السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ في فيديو جديد معكم سعيد عزيز. ان شاء الله النهاردة هنبدأ شرح في مادة النساء. اول محاضرة اللي هو الفيميل ريبرودكتيف سيستم. هنشرح الاناتومي والفسيولوجي، يعني الوضع التشريح بتاعه عامل ازاي، وهنشرح برضو الوظائف بتاعت كل جزء فيه بتعمل ايه وعاملة ازاي برضو. تمام. هو يعني انا بدأت بالصورة دي عشان يعتبر المحاضرة كلها في الصورة دي اللي هو الاناتومي والفسيولوجي. هتعرف كل جزء من المكتوبين دول موجود فين وبيعمل ايه. هنبدأ أول حاجة anatomy and physiology of female reproductive system. طبعا عايزكم تسامحوني على المصطلحات أو الحاجات اللي مش عارف أنطقها كويس خلال الفيديو، لأن إيه يعني الإنجليش بتاعي مش أحسن حاجة يعني. تمام، بس أهم حاجة توصل لك المعلومة. فبقول لك الاناتومي والفسيولوجي بتاع الجهاز التناسلي الأنثوي بيتكون من حاجتين، حاجتين اساسيين اللي هو ايه البوني بلفز والسوفت تيشو. انت عندك الجهاز التناسلي الانثوي بيتكون من البوني بلفز، يعني الجزء او اللي هو الحوض ان شاء الله برضه خلال العظمي. المحاضره تمام. هتلاقيني والحوض بركز العظمي ده لك على بيحتوي حاجات جواه او بقول على لك السوفت ان ده تيشو، سؤال يبقى مثلا بيتكون جه في الفيميل امتحان او ريبرودكتيف ده سيستم من وضع حاجتين، او سؤال او بيحتوي خلي على بالك من النقطة دي حاجتين او مهمين، او الحاجات اللي احنا اتعودنا عليها في جزئين مهمين، في وهم الفيديوهات ايه بتاعت الشرح اللي فاتت. البوني بيلفز فتابع معايا والسوفت الفيديو تيشو. لحد الاخر ان شاء تمام، الله، ده ولو ببساطة عجبك الفيديو خالص او خالص حسيت ان يعني. انت استفدت هنبدأ منه نتكلم على ووضح لك حاجات السوفت تيشو. يعني زودك جزء بمعلومة او جزء سهل منه. عليك مثلا ترجمة هنبدأ حاجة بقى يا جماعة او فهم بالسوفت نقطة تيشو. معينة. تمام، واللي هي يعني يا مقسم ريت يا ريت الاكسترنال تشير بارتس الفيديو لاصحابك والانترنال في الدفعة مثلا بارتس، او الاجزاء الظاهريه او بحيث الخارجيه الناس كلها تستفيد والاجزاء وبحيث اللي هي يعني ده الداخلية، بيشجعني الاجزاء انا لما الخارجية الاقي اللي انا ناس كتير عرضتها بتدخل لكم في في الصورة الفيديوهات. في اول الفيديو. تمام. واللي واللي هنبدا هتقول لي بيه تعليق الجزء كده تقول الجزء لي رايك ايه منه في تقريبا الفيديو، ما محتاج نحتاج ايه حاجه نزودها او نركز نركز عليها، عليها جزء يعني من الاكسترنال تفاصيل بارتس. مثلا في هنبدا الشرح عايز نعملها، فتقولها لي في نقول كل واحده التعليقات برضو، فيهم بحيث ان نبقى والاناتومي اكتف مع بتاعتها بعض كده والفسيولوجي بتاعتها عشان تبقى فاهم وتشجعني احنا اكتر ان شاء بنتكلم الله. فين. بنتكلم خلينا على نبدا بقى عشان ما نطولش عليكم الجزء ده اكتر من كده. بنعرفه لك ايه هو، نقول لك الاناتومي بتاعه يعني هو قاعد فين. تمام، والفسيولوجي بتاعه عامل ازاي، او الوظيفه بتاعته بيعمل ايه الجزء ده من الفيميل ريبرودكتيف سيستم. هنبدأ بقى برقم واحد زمونز بيوبز، اللي هي منطقة العانة. منطقة العانة دي يا جماعة اللي بيظهر فيها الشعر. تمام، بيقول لك يعني المنطقة دي مكونة من فاتي تيشو في شكل يعني شكلها شكل مثلث كده. وباجي في فترة البلوغ الهرمونات الجنسية دي بتعمل على حس ايه بتحس على نمو الشعر في المنطقة دي. تمام، وهي مسمى على فكرة البيوبك بونز، اللي هي ايه عظام البون ده هتشوفها فين اكتر في الجزء اللي هو البني بيلفز. تمام، فالمهم يعني هي المنطقة دي في شكل مثلث مكونة من فاتي تيشو. بفترة البلوغ بيحصل فيها ان الهرمونات الجنسية بتحس على نمو الشعر فيها. تمام، بيقول لك بقى في منطقة العانة دي بيحصل ايه للهير او للشعر. بيختلف من شخص للتاني، من حيث الكورسنس اللي هي الخشونة بتاعته، السيركسنس اللي هي التجاعيد، اماونت الكمية، الكالر اللي هو اللون، والثيكنس اللي هو الكثافة بتاعته. فيعني الشعر ده من شخص للتاني بيختلف في الخمس حاجات دول. تمام، الخشونة، التجاعيد، الكمية، اللون، السمكة بتاعته، ودي حاجة مفهومة يعني. تمام، الفانكشن بقى بتاعت المون بيوبز بيعمل ايه بيعمل لك بروتكتسنس او بروتكت البلفيك بونز، بيحمي المنطقة دي مكونة من فاتي تيشو. هي بتحمي البون اثناء يعني بشكل عام وبشكل خاص فين في اثناء السكشوال انتركورس او اللي هو الجماع. تمام، نروح بقى يا جماعة لرقم اتنين، وهي الليبيا ماجيورا، وهي الشفيرين الكبيرين. لو في شفيرين صغيرين برضو الليبيا ماينورا، بس احنا نركز على الاسماء الانجليزية اكتر لاني يعني اسهل من العربي اصلا. تمام، بقول لك اوتر اند جريتال ليبس، يعني اللي هي الاجزاء الخارجية وهي الاعظم او الاكبر. تمام، فبص كده معايا في الصورة هتوضح لك اكتر. الليبيا ماجيورا هي السهم بتاعها مودي لايه، مودي اللي هو الراوندد او الدهون دي اللي مدورة دي كده في شكل طيات. تمام، زي ما مكتوب بيقول لك the two rounded flashy folds of fat and irregular tissue that extend from the moon to perineum. يعني باختصار هي عبارة عن دهون أنسجة دهنية. تمام، أو في شكل الطيات كده، شكلها مدور أو مقوس يعني. جاي بتمتد من فين لفين، من المون بيوبز لمنطقة البرينيوم، يعني من منطقة العانة لمنطقة البرينيوم اللي احنا برضو شايفينها في الصورة دي، اللي هي بتبقى منطقة ما بين ايه ما بين الفاجينال اوبننج او منطقة الفاجينا، او ما بين الانس اوبننج او فتحة الشرج. تمام، كده احنا يعتبر اتكلمنا على الاناتومي بتاعها، الوضع التشريحي بتاع الليبيا ماجور هي قاعدة فين. ودايما يا جماعة الوضع التشريحي بيوصفه
او بيقولوا عن طريق وصفه بمكان او ربطه بمكان تاني جنبه. يعني يقول لك ان الليبيا ماجورا هي بتمتد من المون بيوبس لحد برينيوم، هو وصفها لك بمكانين، قال لك هي في الحته دي. تمام. وهكذا كل مكان هتلاقيه بيوصفه بمكانين حواليه. تمام. بعد كده يا جماعه بيقول لك they have a darker pigmentation، ويقصد هنا ان الليبيا ماجورا اغمق شويه من الليبيا ماينورا، عشان كده بيقول لك darker. بعد كده بيقول لك they are covered with hair and because gland، اللي هو مغطاة بالشعر وفيها غدد دهنية. تمام. tend to be smooth and moist، يعني بتبقى إيه ناعمة كده ومويست شوية. the chief function بقى اللي هي الفسيولوجي بقى بتاعت الليبيا ماجورا، الوظيفة الأساسية بتاعتها أو الرئيسية is to protect the structure lying between them، يعني بيعملوا على حماية الأجزاء اللي موجودة ما بينهم، اللي هي ايه عبارة عن الليبيا ماينورا، عبارة عن الفاجينال اوبننج وهكذا. تمام. هنروح بقى يا جماعة لرقم 3، وهي الليبيا ماينورا اللي هو الشفيرين الصغيرين. بيقول لك عبارة عن inner and lesser lips، اللي هي الأنسجة أو اللي هي الأجزاء اللي هم للداخل وأقل في الحجم. these are paired of erectile tissue، عبارة عن زوجين من الأنسجة أو الطيات اللي هي ايه erectile منتصبة شوية. that darkness and swells during sexual arousal. يبقى بيحصل لهم ايه دول بقى اثناء الاثارة الجنسية؟ بيحصل لهم تضخم وقتامة شوية، يعني بيحصل لهم تضخم مشيها كده يعني. تمام. بعد كده بيقول لك located inside the labia minora، بيقعوا داخل الليبيا ماجورا، سوري. تمام. يبقى هما زي ما احنا شايفين في الصورة كده، الليبيا ماينورا هما اللي موجودين من الداخل. ده بالنسبة للايه للاناتومي بتاعهم. inside the labia majora. They are more sensitive and responsive to touch than the labia majora. بقول لك انهم اكثر حساسيه واستجابه لللمس من الليبيا ماجورا. يعني لو حصل تاتشنج للليبيا ماجورا وللليبيا ماينورا، فاللي هتبقى اكثر استجابه هي ايه الليبيا ماينورا. تمام. هنروح بقى لرقم 4، وهو الكليتورس، وهو البظر. تمام. هنبص الصوره مع بعض ونشوف الموقع بتاعه، وكمان نشوف الوصف بتاعه عامل ازاي. بيقول ان الكليتورس ده موجود عند الابيكس اوف ليبيا ماينورا. بص على الليبيا ماينورا كده، بص عند الابيكس القمة بتاعتها هتلاقي الكليتورس. تمام. وبيوصفوا لك ان هو عبارة عن hooded body composed of erectile tissue called clitoris. يعني عند قمة الليبيا ماينورا او اللي هو الشفرين الصغيرين في جسم كده مغطى بيتكون من نسيج انتصابي الاركتايل تيشو دي. تمام. بيسمى اللي هو البظر. تمام. يبقى هو مكون من نسيج انتصابي موجود فين؟ موجود في قمة الليبيا ماينورا. ده الموقع بتاعه. هنروح بقى للفسيولوجي بتاعت الكليتورز، وهي مهمة جدا وبتيجي في امتحانات كتيرة. تمام. بيقولنا ان الجزء ده او اللي هو البظر very rich in blood and nerve supply، يعني بيوصل له دم ونيرف سبلاي كتير. تمام. غني جدا بالحتة دي. فده بيسمح بقى للمرة انها توصل للسكشوال بليجر اللي هي السعادة الجنسية بتاعتها، او الاورجانيزم او النشوة بتاعتها، النشوة الجنسية خلال ايه او اثناء السكشوال ستيميوليشن. يعني لما بيحصل له سكشوال ستيميوليشن بيوصل المرأة للسعادة الجنسية او للنشوة الجنسية بتاعتها. تمام. يبقى احنا عرفنا كده الفسيولوجي بتاعت الكليتورز، ودي مهمة جدا بتاعي في امتحانات. تمام. هنتكلم بقى على رقم 5، وهي الفيستيبيول. الفيستيبيول يا جماعة هي عبارة عن منطقة area enclosed بتنغلق بالليبيا عن طريق الليبيا ماينورا، منطقة بتتقفل بالليبيا ماينورا. تمام. بيقول لك فيها بيقع ايه الاوبننج اوف يوريثرا، البارا يوريثرال جلانس، والفاجينال اوبننج او الانتروتس دي اللي هي الفتحة تحت الفاجينا. تمام. او البيرث بارسول جلانس. تمام. يعني زي ما مكتوبة كده عشان مش عارف انطقها كويس. تمام. دي هي عبارة عن فيستيبيول. هنشوفها دلوقتي في الصورة. بيقول لك الفالفا فيستيبيول اللي هو المنطقة دي. بصوا كده هتلاقي فيها اليوروثرال اوبننج والفاجينال اوبننج. البارايوثرال جلاندز بقى والحاجات التانية دي قاعدة ايه من جوه، مش اكسترنال بارتس يعني. فزي ما احنا شايفين الشكل ده اللي هو عامل زي بوت شيب، زي شكل المركب بالظبط، اللي هو يقع فيه اليوروثرال اوبننج والفاجينال اوبننج، ده اسمه الفيستيبيول. تمام. هنروح بقى لرقم 6، وهي زي ريسرال اورفيسس، فتحة البول. زي ما احنا شايفين في الصورة المكان بتاعها بتقع خلف البظر ب2.5 سنتي. وبقولنا برضو انها اللونج بتاعها او الطول بتاعها 4 سنتي. النقطة اللي بعدين بيوصفنا ان في حاجة اسمها سكين داكتس، مياه هواء في شكل تيوبز تمام، او تيوبلز اللي هي طولها 0.5 سنتي، تقع خلال الجدار البولي. ودي الافرازات بتاعتها بتعمل على ترطيب او تليين الفاجينال فيستيبيول. عشان ايه بقى؟ عشان تسهل عملية السكشوال انتركورس اللي هي الجماع.
يبقى في حاجة اسمها سكين داكتس، تمام، موجودة فين خلال الندى اليوروثرال وول او الجدار البولي. بتعمل الافرازات بتاعتها على ترتيب الفاجينال فيستبيول. هنبدأ بقى يا جماعة نتكلم على رقم 7، وهي الفاجينال اورفيسز، وهي فتحة المهبل زي ما احنا شايفين في الصورة كده، تمام. بيقولنا it is also known as introitus، اللي هي ايه، بصوا كده من تحت في الصورة على اليمين، اللي هي الفتحة بتاعت المهبل اللي هي من قدام. بقية العضو اسمه فاجينا اللي هو المهبل العادي، تمام. يعني هي اسمها فاجينال واسمها انتروتس، بس الانتروتس دي بتطلق على الفتحة اللي من قدام، تمام. بعد كده الفاجينا. المهم بعد كده بيقول لك دي بتحتل البوستيريور تو ثيرد اوف فيستيبيول، بتحتل التلتين الاخرين من الفيستيبيول، زي ما احنا شرحنا من شويه. اللي هي الفيستيبيول دي عباره عن ايه؟ المنطقه اللي فيها اليوروثرال اوبننج والفاجينال اوبننج. الفاجينال اوبننج لوحدها واخده اللي هي التلتين الاخرين، تمام، او التلتين اللي من تحت، ماشي. نكمل بقى. بقولنا the orifice is partially closed by the hymen، يعني ان الفتحة دي بتغلق عن طريق حاجة اسمها الهيمن او اللي هو الغشاء البقرة، تمام. وهو عبارة عن thin elastic membrane، غشاء رفيع ومرن، ذات تيرز بيتمزق اثناء السكشوال انتركورس، يعني بيحصل له تمزق اثناء الجماع، او during the birth of the first child، مع ولادة اول. هنكمل كلامنا في رقم 8 عن الهيمن او غشاء البقرة. برضو بيقول لك هو بشكل اساسي بيتكون من الكونكتيف تيشو، وهو مرن ويدخل في تكوين الكولاجين، تمام. دي يعتبر من اهم الحاجات تركز عليها في الهيمن، اللي هو التكوين بتاعه له كونكتيف تيشو وعند الاستيك كولاجين وعند كولاجين. وبعد كده موضوع ان هو ايه، الهيمن بيركن ثرو الستيرونس فيزيكال اكتيفيتي، بيحصل له تمزق من خلال الانشطه البدنيه القويه جدا او العنيفه، وكمان الماستربيشن اللي هو العاده السريه، وكمان ممكن بعد التشايلد بيرث اللي هو ولادة الطفل زي ما قلنا، خصوصا لو المرأة دي بتلد كذا مرة يعني، أو ولدت كذا مرة، فبيحصل له تمزق في الحالة دي، تمام. نبص بقى على رقم 9، وهو البرينيوم. دي المنطقة اللي بتمتد من عند الفورشيت، تمام، لحد الإنس أو فتحة الشرج زي ما احنا شايفين في الصورة كده فوق. بيقول لك the pelvic and urogenital diaphragm provides most of support of the perineum. المنطقة دي اللي بيديها السبورت حاجتين، اللي هو البلفيك اللي هو الحوض، تمام، وحاجة تانية اللي هي اليورينيتال ديافرام اللي هو الحجاب الحاجز في المنطقة دي. في الكام نقطة الجايين هناخد بالنا لده أكتر يعني. هنروح يا جماعة بقى الرقم 10، وهو البلفيك دايفرام، وده مكون من نوعين من المسلز، حاجة اسمها الليفاتور اني مسل، والتانية كوكساجيال مسل. كوكساجيال اللي هي خاصة بالفقرات اللي هي العصوصية، تمام. المهم لو بصينا على الصورة كده من تحت هتلاقي البلفيك دايفرام فيها الليفاتور اني مسل والكوكساجيال مسل. نبص على اسهم كده هنعرف الاماكن بتاعتهم فين، تمام. هتلاقي ان الليفاتور اني مسل دي قريبة من الفاجينا اوبننج اهي، تمام، فهي قريبة منها. وكمان الكوكساجيال مسل يعتبر قريبة منها بس من الخلف posteriorly، تمام. ماشي كده، ايه، عرفنا الاماكن بتاعتهم، وعرفنا ان ايه البلفيك دايفرام ده عبارة عن ايه ومكون من ايه. دي مكون من نوعين من المصل اللي هم زي ما شفناهم في الصورة ووصفناهم، تمام. ماشي كده البلفيك دايفرام. رقم 11 بقى يا جماعة، وهي ذا ليفيتور اني ماسلز، تمام. دي زي ما احنا شفناها في الصورة واتكلمنا عليها في النقطة اللي فاتت. احنا عارفين شكلها او عارفين دلوقتي متواجدة فين. لو بصينا كده على البلفيك بالديافرام هنلاقي الليفيتور اني ماسل. هتبص على السهم بتاعها مطلع لك زي سهمين كده، ايه، عند في الصورة دول، تمام. بيوريك الماسلز بتاعتها موجودة فين، تمام. بيوصفها لك بعدين هنا. انا بصراحه يعني لو جيت ترجمت الكلام الموجود مش هتفهموني يعني في النقطه دي، فخلينا نفهمها زي ما موجوده، زي ما قلناها من شويه، وزي ما موجوده في الصوره يعني، تمام. هنكتفي يا جماعه لحد هنا في الشرح، تمام، ونكمل ان شاء الله الجزء الباقي من المحاضره في فيديو تاني. ممكن نقسمها اجزاء عشان برضو ما تملوش، من الموضوع كده المعلومات ما تروحش من دماغكم مره واحده. فهنكتفي لحد هنا ونعمل ملخص كده سريع للي احنا شرحناه في خلال الفيديو. في الفيديو ده احنا شرحنا الجزء من الاناتومي اند فيسيولوجي اوف ميل ريبرودكتيف سيستم، وهو بيتكون من جزئين اساسيين، البوني بلفيس والسوفت تيشو. اتكلمنا طبعا على السوفت تيشو بس النهارده، وقلنا انها بتتكون من اكسترنال وانترنال. اخدنا الجزء الاكسترنال البارتس، الاجزاء اللي هي الخارجيه، واتكلمنا عليها. اول حاجه منهم وهي الموني بيوبس، والتاني حاجه الليبيا ميجيورا، تالت حاجه الليبيا ماينورا، كليتورز، الفيستيبيول واليوروثرال اورفيسيس والفاجينال اورفيسيس والهيومن اوبرينيوم، البلفيك دايفرام، واخر حاجه ذا ليفيتوري اني ماسل، تمام. يبقى احنا اتكلمنا على ال 11 جزء دول اللي هم الاكسترنال بارتس بتاعت السوفت تيشو، اللي هي جزء من
الفيميل ريبرودكتيف سيستم. تمام، اتكلمنا عن كل جزء فيهم، الاناتومي والفسيولوجي بتاعه، الموقع بتاعه عامل ازاي، والوظيفه بتاعته بتعمل ايه. الاجزاء دي يا جماعه هي مهمه جدا تبقى عارفها، لان هتفرق معاك خالص في فهم كل اللي جاي في قسم النساء. تمام، لازم تبقى عارف كل جزء. انا عشان كده يمكن شرحت كل جزء منهم باستفاضة شوية، بتفاصيل أكتر، ترجمت لكم على قد ما أقدر الكلمات، وقلت لكم الحاجات اللي هي ممكن تجي منهم في الامتحان وكده. ممكن من أهمهم اللي هو الكليتورز. تمام. بس يعني فيا رب تكونوا فهمتوا بقى الحاجات اللي شرحتها دي، وإن شاء الله أكملكم المحاضرة في فيديو تاني إن شاء الله، حتى لو هناخدها جزء جزء كده، بحيث ما تملش انت بتتفرج على الفيديو، ما يبقاش الفيديو تقيل عليك. تمام. المهم منكم او المطلوب منكم ان انتوا تذاكروا الحاجات دي تاني، تركزوا فيها، تشوفوا بقية المحاضرة، وان شاء الله في فيديو جديد نكمل بقية المحاضرة مع بعض. اتمنى لو في اي حاجة عايزين تقولوها لي يبقى، قولوها في الكومنتات عشان نحاول نطور من شرح في الفيديوهات. ما تنساش طبعا اشترك في القناة لو انت لسه جديد، دعم الفيديو بلايك، وقولنا رأيك في كومنت. نشوفكم على خير. السلام عليكم.